مرحبا بكم متابعينا الأعزاء في قناتكم أخبار العالم والرياضة. في هذا الفيديو نأخذكم إلى قلب الحدث من اليابان، حيث يواصل نادي برشلونة تدريباته المكثفة استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة المدرب هانزي فليك. سنتعرف على أجواء المعسكر، أبرز اللاعبين المتألقين، وخطة الفريق قبل المواجهة المرتقبة ضد سول الكوري الجنوبي. خليكم معنا. يواصل نادي برشلونة الإسباني استعداداته للموسم الكروي الجديد 2025-2026، حيث خاض اللاعبون حصة تدريبية مسائية مكثفة اليوم الثلاثاء في إطار معسكر الفريق التحضيري المقام في اليابان. ويعتبر هذا المعسكر جزءاً أساسياً من خطة المدرب الجديد هانزي فليك لتهيئة اللاعبين بدنياً وذهنياً وتكتيكياً قبل بداية المنافسات الرسمية. في هذه الحصة التدريبية، ركز فليك على الجانب البدني بشكل واضح، إلى جانب تمارين الاستحواذ والتمركز الجماعي، وذلك في محاولة منه لترسيخ فلسفته التكتيكية الجديدة داخل الفريق. ويبدو أن لاعبي برشلونة بدأوا يتأقلمون تدريجيا مع متطلبات المدرب الألماني، المعروف بانضباطه الصارم وسرعته في اتخاذ القرارات الفنية. وقد لفت عدد من اللاعبين الأنظار خلال هذه التدريبات، وعلى رأسهم النجم الشاب لامين يامال، الذي يبدي رغبة كبيرة في نيل ثقة المدرب والحصول على مكان أساسي في التشكيلة، إلى جانب كل من فيران توريس وأنسو فاتي، اللذين ظهرا بحيوية لافتة في التمارين، في محاولة لاستعادة بريقهما. كما شهدت التدريبات أيضا مشاركة اللاعب العائد من الإصابة بيدري غونزاليس، والذي يسعى جاهدا لاستعادة مستواه الكامل قبل انطلاق الموسم، بالإضافة إلى غافي الذي يبدو أكثر نضجا وقيادة في وسط الملعب. وظهر كذلك اللاعب الجديد روجر بارديغي، أحد أبرز خريجي لاماسيا هذا الموسم، والذي قد يمنح فرصة كبيرة هذا الصيف لإثبات نفسه. ومن المقرر أن يواجه برشلونة نادي سول الكوري الجنوبي يوم الخميس المقبل، في ثاني مبارياته الودية خلال هذا المعسكر الآسيوي. وتعتبر هذه المباراة اختبارا مهما للجهاز الفني من أجل تقييم مدى تطور أداء اللاعبين، خاصة مع احتمالية إشراك عدة عناصر شابة وتجربة بعض الخيارات التكتيكية الجديدة. الجدير بالذكر أن هذه الجولة الآسيوية تهدف أيضا لتعزيز علاقة النادي بجماهيره في القارة، وتسويق اسم برشلونة عالميا، في وقت يبنى فيه فريق جديد بقيادة فنية تحمل طموح العودة إلى القمة محليا وقاريا. فهل سيكون هذا الموسم بداية حقبة جديدة لبرشلونة تحت قيادة هانزي فليك؟ وهل ينجح اللاعبون في كسب ثقته خلال هذه التحضيرات؟ الأيام القادمة ستكون حاسمة في تشكيل ملامح الفريق. وهكذا كانت آخر مستجدات معسكر برشلونة في اليابان. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بلايك، واشتركوا في قناتكم أخبار العالم والرياضة، ليصلكم كل جديد عن كرة القدم والأحداث الرياضية أولا بأول. نشوفكم في الفيديو الجاي.